هنكمل بقى الشابتر بتاعنا وندخل على تاني حاجة معانا وهي البريك داون في حالة الليكويدز. تمام، يبقى احنا هنا تاني حاجة معانا البريك داون in liquids. في حالة الليكويدز الموضوع هنا كله يعتبر نظري، هو الشابتر ده كله نظري من الأول للآخر يعني، بس هنا ده جزء نظري شوية. لو جيت أول حاجة إن أنا عاوز يعني إيه بشكل عام بقى، إن أنا عاوز أعمل كلاسيفيكيشن للليكويد انزليتنج ماتيريالز، لو أنا عاوز إن أنا أعمل كلاسيفيكيشن ليها هنيجي نقسمها إزاي؟ ده كلاسيفيكيشن اللي هو liquid insulating material. فجيت إن أنا قسمتها الأول، قسمتها لحاجتين، قسمتها لمواد عضوية أورجانيك ومواد inorganic مواد غير عضوية. تمام، عارفين احنا طبعا عارفين ان المواد العضوية دي اللي هي المواد اللي فيها عنصر الكربون بشكل عام، والانورجانيك اللي ما فيهاش. طب جيت للمواد العضوية قسمتها لنوعين هي كمان، قلت لك ان في منها ناتشرال، في منها طبيعي، وفي منها ساينسيتك صناعي. تمام كده. بعد كده طب جيت للناتشرال، قال لك ان انا بالنسبة للناتشرال قال لك ان انا عندي فيه نوعين مهمين بالنسبة لي. النوع الاول وهو المينرال اويل، وده الزيت المعدني، المينرال اويل، وده الزيت المعدني، وده اصلا الاكثر استخداما، هو ده اللي احنا هنتكلم عنه. النوع التاني اللي هو ايه؟ الفيجيتابل اويل، وده النوع النباتي وده بنستخدموش كتير. تمام كده. فدي التقسيمه الاول بالنسبه للايه، للليكويد انزليتنج ماتيريال. تمام. طب انا دلوقتي زي ما في حاله الغاز، احنا مسكنا الهواء واتكلمنا عنه عشان هو ده كان الاكثر استخدام بالنسبه لنا. بالنسبه للليكويد الاكثر استخدام بالنسبه لنا هو الترانسفورمر اويل، هو ده اصلا اللي بنستخدمه في الادوات الكهربائيه بتاعتنا، وخاصه الترانسفورمر ان انا بحطه ايه، اعزل الملفات اللي عندي. فنيجي نتكلم شويه بقى عن الترانسفورمر اويل. قال لك ان الترانسفورمر اويل ده ليه مجموعه بروبرتيز، فانا محتاج ان انا اتكلم عنها او اعرف امثله ليها بشكل عام. لو جيت كده قلت لك هنا البروبرتيز اوف ترانسفورمر اويل، اجي اقسمها لاربعه بروبرتيز، وكل بروبرتيز ليها، كل بروبرتي ليها المثال بتاعها اللي احنا المفروض نعرفه. تمام. الجزء ده نظري والجزء ده بيجي عادي في الامتحان يعني. فجينا اول حاجه اول بروبرتي وهي الالكتريكال بروبرتي. البروبرتي الثانيه الثيرمال بروبرتي. البروبرتي الثالثه وهي الفيزيكال بروبرتي. واخر حاجه معانا وهي الكيميكال بروبرتي. انا بقى محتاج ان انا اعرف الامثله اللي عليهم. يعني انا لو جه مثلا في الامتحان ذكر لي هيقول لي عاوز اتكلم عن البروبرتيز اوف ترانسفورمر اويل، مع ان انا اذكر مثال لكل واحده فيهم. فلو جينا اول حاجه الالكتريكال بروبرتي، قلت ان انا عندي الامثله اللي عليها اللي هو البريك داون فولتج، رقم واحد البريك داون فولتج اللي احنا اصلا عمالين نتكلم عليه. تمام. تاني حاجه حاجه اسمها اللوس فاكتور او التان دلتا. تمام. تالت حاجة معانا هو الفوليوم ريزيستيفيتي، الفوليوم ريزيستيفيتي رمزها كده. ده كده أول حاجة اللي هي الإيه، الإلكتريكال بروبرتي. فدخلنا تاني حاجة الثيرمال بروبرتي، فقال لك الثيرمال بروبرتي محتاج إن أنا أعرف فيها تلات حاجات. الحاجة الأولى وهي الثيرمال كوندكتيفيتي، دي التوصيلية الحرارية، ثيرمال كوندكتيفيتي. تاني حاجة وهي الهيت ترانسفير. تالت حاجة وهو الفلاش بوينت. لو جينا بعد كده للفيزيكال بروبرتي، ودول ثلاث حاجات برضو. اول حاجه معانا وهي الدايناميك فيسكوستي، دايناميك فيسكوستي. تاني حاجه وهي الريلاتيف بيرماتيفيتي، الريلاتيف بيرماتيفيتي اللي هي
ابسلون ار. واخر حاجه الدنسيتي هي الكثافه. اخر حاجه في البروبرتيز اللي معانا وهي الكيميكال بروبرتي، ودي اللي هي ليها حاجه واحده بس وهي الاسيديتي اللي هي درجه الحموضه. ده كده بالنسبه للبروبرتيز بتاع الترانسفورمر اويل. طب انا دلوقتي لقيت حاجه بعد كده نتكلم عنها وهي المينرال اويل بشكل عام او الترانسفورمر اويل بشكل خاص. قال لك ايه هو الاستخدامات بتاعته او انا بستخدمه في ايه. يبقى انا اجي اقول له كده ندخل على عنوان جديد بالنسبه لنا وهو الاستخدامات بتاع المينرال اويل او اللي هو الايه ترانسفورمر اويل. فاحنا نعممه ونقول اللي هو الايه المينرال اويل. تمام كده. mineral oil used for. الاقي ان هو بيستخدم لثلاث حاجات وابدا ان انا اذكرهم برضو واكون عارف كل واحده فيهم. اول حاجه عارفينها وهو ترانسفورمرز، ده اللي احنا بنستخدمه كتير. تاني حاجه في السيركت بريكرز. واخر حاجه اللي هو الهاي فولتج كيبلز اند كاباستورز. كيبلز اند كاباستورز. تمام كده. طب انا دلوقتي انا هستخدمه في الترانسفورمرز والسيركت بريكرز والهاي فولتج كيبلز اند كاباستورز. طب انا هستخدمه فيهم لايه؟ يعني هعمل بيهم ايه؟ يعني انا المينرال اويل ده هستخدمه في الترانسفورمر هعمل بيه ايه؟ في السيركت بريكر هعمل بيه ايه؟ يعني وظيفته بمعنى اصح. فجيت اقول لك كده ان انا عندي في الترانسفورمر وظيفه المينرال اويل بتاعي وعباره عن الكتريكال انزيليشن اللي هو عزل كهربي. فده كده الكتريكال انزيليشن عازل كهربي. كمان ان اقدر استخدمه فيه ان هو يكون كولينج ميديوم وسط تبريد. يبقى انا كده كان دايما عباره مشهوره في الانترفيوز وكده ان هو يقول لك ايه وظيفه ال الاويل الزيت في المحولات. كنت بقول دايما ان هو ايه بستخدمه كعزل وتبريد اللي هو عزل الملفات اللي عندي وكمان وسيله تبريد. لو جينا بقى بالنسبه للترانسفورمر في حاله اللي هو الايه السيركت بريكر، فقال لك ان هو بيمثل لي حاجتين برضو او بستخدمه لحاجتين. اول حاجه نفس الفكره اللي هو providing insulation ان هو بيعمل لي عزل provide insulation ON. ورقم اتنين معانا اللي هو ايه بيعمل لي اللي هو وسط اطفاء للشراره ان انا في السيركت بريكر بيبقى عندي شراره اللي هو الايه الكوانش ذا ارك developed between the breaker contacts. كوانش اللي هو اخماد الارك the arc developed between the breaker contacts. breaker contacts. اخر حاجه معانا اللي هو الهاي فولتج. خلاص بقى قلت اللي هو ايه في الكيبلز اند كاباستورز. طب انا دلوقتي المينرال اويل ده انا ده عرفت الاستخدامات بتاعته. طب انا بستخدمه في الحاجات دي ليه؟ قال لك ان هو ليه مميزات. فانا محتاج اعرف ايه هي المميزات دي. لو جينا قلنا كده اللي هو الادفانتج اوف ترانسفورمر اويل او اللي هو الايه المينرال اويل. فاحنا نعممها ونقول الايه المينرال اويل. لقيت ان هو ليه ثلاث مميزات. الميزه الاولى بتاعتي آه ان هو بسم الله. بس لا ده ثواني. انا المميزات خلاص احنا عارفينها يعني اللي هو ايه حته العزل والكولينج والكلام ده كله ده يعتبر المميزات او ده الاستخدامات بتاعتي في الحاجات دي. اللي انا عاوز اعرفه بعد كده اللي هو الديس ادفانتج العيوب بتاعته. الديس ادفانتج العيوب بتاعته في الاويل دي. يعني انا استخدمته وعارف مميزاته حوار بقى اللي هو انا بستخدمه كعزل وتبريد والكلام ده كله وان انا اصلا عشان ما يحصلش ان هو يقدر يحافظ لي على البريك داون فولتج يقدر يحفظه لقيمه كبيره. طب ايه العيوب بقى اللي فيه؟ قالك ان هو فيه ثلاث عيوب. تمام كده. العيب الاول معانا وهو السيرف ايجنج اللي هو حته التقادم اللي هو الزيت مع الوقت اللي هو ايه ده جايبه بقاله كتير فمحتاج ان هو يتغير وكده. سيرف ايجنج اللي هو التقادم. تاني عيب معانا وهو deterioration of properties اللي هو الخصائص بتاعته بتبدأ تتغير مع الوقت.
deterioration of properties. واخر عيب معانا اللي هو ايه، قدرته على العزل الكهربي بتقل مع الوقت، اللي هو reducing the breakdown strength. طب انا دلوقتي عرفت العيوب بتاعته، طب هي اصلا العيوب دي بتحصل بسبب ايه عشان اقدر ان انا بعد كده ابدا اتغلب عليها؟ يبقى انا كده اللي هحتاج اعرفه ايه بقى، اللي هو ان العيوب دي due to ايه، يعني ايه إيه اللي بيخلي العيوب ده تحصل، due to العيوب دي ايه اللي بيخليها تحصل. فانا محتاج اعرف ايه العوامل اللي بتخلي تحصل عندي العيوب دي عشان بعد كده اقدر ان انا اتعامل معاها واقدر ان انا اوجد حل ليها. فلقيت ان العيوب بتاعتي اول حاجه ان يبقى في عندي ملوثات اللي هي الكونتامينتس. الكونتامينتس ملوثات. تاني عيب معانا ان انا بيبقى في عندي جوه الاويل ده بيبقى فيه زي فقاعات من الغاز كده، اللي هو فيه هواء بيدخل في النص فبيعمل لي زي فقاعات جواه، اللي هو الاكسجين and other gas bubbles. تالت سبب معانا المويستشر اللي هي الرطوبة، ان انا حصل عندي رطوبة. رابع حاجة معانا suspended particles اللي هي الجسيمات العالقة، اللي تلاقي فيه شوائب متعلقة وكده suspended particles. خامس حاجة وهي الامبيوريتيز اللي هي الشوائب impurities. تمام كده، يبقى انا كده ذكرت، دخلنا على خدنا كمثال اللي هو المينرال اويل، قلت الاستخدامات بتاعته بستخدمه في ايه، دخلت بعد كده قلت العيوب بتاعته. طب والعيوب ده اصلا بيكون سببها ايه؟ يعني طبعا اي حاجه بنشرحها هنا الجزء ده مهم، يعني هو كل ده مواضيع اسئله نظري، اذكر البروبرتيز بتاعت الترانسفورمر اويل، اذكر المينرال اويل الاستخدامات بتاعته، العيوب، طب اللي هو اصلا ايه مسببات العيوب دي كده يعني. تمام. بعد كده احنا دلوقتي عاوزين ندرس بقى الميكانيزم بتاع البريك داون اللي هيحصل، صح كده؟ زي ما في الغاز خدنا اللي هو النظريتين عرفنا ان في نظريتين التاون سيند والستريمر، ودرسنا فين منهم التاون سيند. هنا نفس الفكره، انا محتاج اعرف ايه هي البريك داون ميكانيزمز في حاله البريك داون في الليكويد. فلو جينا قلنا عندي كده ده بريك داون ميكانيزم او ميكانيزمز ان liquids. قال لك ان انا عندي فيه ثلاثه ميكانيزم. الميكانيزم الاول اسمه suspended particle mechanism. suspended particle. الميكانيزم الثاني وهو الكافيتيشن اند بابل ميكانيزم. كافيتيشن اند بابل ميكانيزم، ده طبعا ميكانيزم. تمام. الميكانيزم الثالث وهو الستريسد اويل فوليوم. stressed oil volume mechanism. تمام. طب احنا هندرس الثلاثه دول؟ قال لك لا، قال لك ان احنا هندرس اول واحد معانا وهو السسبندد بارتيكل بس. يبقى احنا كده الميكانيزم اللي احنا هندرسه هو suspended particle. فانا عاوز اعرف بقى شكل الميكانيزم ده في لما يحصل عندي بريك داون جوه الايه الليكويد بتاعي. تمام كده، احنا الليكويد عباره عن جزيئات، فانا جوه الجزيئات دي يا اما شكل الجزيئات عندي هتتمدد او ان هي تنكمش بحيث ان هو يحصل بريك داون من جوه، بحيث ان يحصل في الاخر ان هو يبقى موصل عندي. تمام كده. فقال لك ان انا عندي اعمل ايه، قال لك اول حاجه ان انا هعمل اسيوم انا عندي ليكويد معين، تمام، ولنفترض ان هو الاويل. فقال لك اعمل اسيوم ان انا عندي الريلاتيف بيرماتيفيتي بتاع الداي الكتريك ليكويد او الانزوليتنج ليكويد، اللي هو الايه الريلاتيف بيرماتيفيتي اوف داي الكتريك ليكويد، سميتها ابسلون واحد.
تمام كده. وكمان فرضت له ان انا عندي ان السسبندد بارتيكل اللي هو الجزيء اللي متعلق جوه الليكويد بتاعي الريلاتيف بيرماتيفيتي بتاعه سميته ابسلون 2. تمام كده. وقال لك ان انا عندي افترضت ان الجزيئات دي طبعا بتكون على شكل سفير، فقال لك ان السفير راديوس زي ما احنا عارفين الراديوس بتاعه دايما بنرمز له برمز الار. فمن خلال اثبات معين مش مطالب بيه، مش مطالب بالاثبات نفسه، قال لك ان انا عندي البارتكلز دي بتاثر على المجال الكهربي بفورس معين. تمام. فانا عاوز اوجد ريليشن بالكلام ده كله، ان انا دلوقتي هتاثر بفورس، فالفورس دي هي دي اللي في الاخر هتسبب لي البريك داون. فانا في الاخر محتاج اوصل، قال لك ايه؟ قال لك ان انا عندي ان these particles الجزيئات المعلقه ديت، احنا قلنا ده حاله السسبندد بارتكلز صح كده. قال لك بقى ان these particles دي polarized in electric field بتاثر على المجال الكهربي و الفورس اللي عندي بقيمه معينه. these particles polarized in electric field and force. فانا محتاج اوصل للقانون، فوصلت له ان الفورس عندي بتساوي الار كيوب مضروبه في الابسلون 2 ناقص الابسلون 1 على الابسلون 2 زائد 2 ابسلون 1، وكل ده مضروب في الاي مجال الكهرباء. تمام كده. طب انا دلوقتي القانون ده ليه اثبات وانا مش مطالب بيه، انا في الاخر انا بقول لك ان في ريليشن ما بينهم وان ده القانون بتاعي. تمام كده. طب قال لك ان انا بقى عندي حالتين للكلام ده. الكيس نمبر 1 في حالة ان الابسلون 2 اكبر من الابسلون 1. تمام. قال لك في ساعتها ان السوليد بارتيكل الفورس بتاعته هتحاول تروح للمكان اللي فيه ستريس عالي. يعني انا دلوقتي كده في كيس نمبر 1 ان الابسلون 2 اكبر من الابسلون 1، ساعتها هقول له ان السوليد بارتيكل تمام force directed towards a place of higher place. السوليد بارتيكل فورس تمام كده directed to a place of higher place، وهيكون شكلها بالمنظر ده. انا دلوقتي عندي ده كده اللي هي الابسلون 1، وده كده الابسلون ده جوه كده البارتيكل نفسه الابسلون 2، وده بره كده الابسلون 1. تمام. فلاقي ان انا عندي شكلها يكون عامل ازاي؟ هلاقي ان انا هلاقيهم ده الجزيئات بتاعتي بتعمل كده، اللي هي بتنزل للمكان اللي هو ايه اللي فيه الجسيم بتاعي ده اللي هو السسبندد بارتيكل ده المكان اللي هو الايه الهاير ستريس. تمام. ده بليس اوف هاير ستريس. تمام كده. ده يكون بالشكل ده. هيكون شكلها بالشكل ده كده، فهو لازم ارسم له رسمه وانا بشرح الجزء ده. تمام. بالنسبه للكيس التانية معانا كيس نمبر 2، حاله بقى ان الابسلون 1 هي اللي اكبر من الابسلون 2، فساعتها هقول له ايه بقى؟ هقول له ان الجاز بابل، فقاعات الغاز نفسها هي اللي ايه الجاز بابل فورس. تمام. directed towards a place of lower stress. place of lower stress. وساعتها برضو محتاج ان انا ارسم له الشكل بتاعي هيكون عامل ازاي. وهو هيكون بالشكل ده كده، ان انا عندي ده كده الابسلون 1، ده كده الابسلون 2. فساعتها لا، هي الجزيئات بقى ساعتها بتبعد اللي هو بتعمل كده.
تمام. تكون بالشكل ده كده. هتكون بالشكل ده كده. يبقى انا كده ده الميكانيزم بتاعي اللي هو الايه السسبندد بارتكل. يبقى احنا ده كده كل المعلومات اللي احنا محتاجينها في حاله البريك داون في الليكويد، اللي هو كله جزء نظري، اللي هو البروبرتيز. اول حاجه التقسيمه عاديه، بعد كده خدنا ترانسفورم اويل البروبرتيز بتاعته، وعرفت كل بروبرتي امثله عليها. بعد كده المينرال اويل استخداماته والعيوب بتاعته، وايه اسباب العيوب دي. بعد كده اخر حاجه اللي هو البريك داون ميكانيزمز، وعرفنا ان في 3 ميكانيزم واتكلمنا على ميكانيزم منهم، اللي هو دي الحاجات اللي هو لو جه قالك اتكلم عن السسبندد بارتكل، فانا المفروض ان انا اكتب له الكلام ده. هنكمل اخر حاجه معانا بقى، وهي البريك داون في حاله السوليدز. تمام كده. يبقى انا كده اخر حاجه معانا اللي هي رقم 3، وهو البريك داون ان سوليد. تمام. احنا دلوقتي خدنا البريك داون في الجاز وفي الليكويد، هنبدا اخر حاجه السوليد. انا في السوليد قالك ان انا بقدر استخدم السوليد ده، الماتيريال بتاعتي اللي هي في الحاله السوليد اقدر استخدمها كميكانيكال سبورت، وكمان اقدر ان انا اقيس اللي هو الايه البريك داون فولتج عليها. تمام كده. طب قالك عشان اصلا المواد دي عشان اقدر اقول ان هي جود انسوليتور، قالك في شويه بروبرتيز كده محتاج ان هي تتحقق في الماده عندي عشان تساعدني ان هي تبقى ايه تبقى ماده عازله. يبقى لو جينا هنا كده في البريك داون ان سوليدز، قال لك اول حاجه محتاج اعرفها، بيقول لك ايه ان هي what are what are the properties a good insulator a good dielectric material او insulator. ممكن نكتبها dielectric should have. انا عندي فيه شويه بروبرتيز محتاج ان هي تكون موجوده في الماتيريال اللي عندي دي عشان اقدر اقول ان هي ايه ماده كويسه جدا في العزل. تمام. طب ايه هي البروبرتيز دي؟ قالك ان انا عندي 4 حاجات. اول حاجه هاي انزيليشن ماتيريال، هاي انزيليشن ريزيستنس، مقاومه عزل كبيره. تمام كده. رقم 2 معانا وهو الهاي ميكانيكال سترينث، ان هي تقدر تتحمل ضغط ميكانيكي عالي. هاي ميكانيكال هاي ميكانيكال سترينث. رقم 3 معايا اللي هي free from moisture، اللي هي تكون خالية من الرطوبة. free from moisture. رقم 4 وآخر حاجة معانا وهي ال resistance to thermal and chemical deterioration، اللي هي بتقاوم عوامل التعرية الحرارية والكيميائية. تمام. resistance to thermal and chemical deterioration. تمام كده. طب دي الخصائص اللي احنا محتاجينها. طب انا زي ما احنا درسنا في النوعين التانيين ان انا محتاج اعرف بقى البريك داون هيحصل ازاي، فانا بيبقى عندي فيه مجموعه ميكانيزمز صح كده. فدي نفس الفكره، انا محتاج بقى اعرف ايه هي الميكانيزمز اللي عندي في حاله السوليد عشان اقدر ادرس من خلالها البريك داون. يبقى انا كده عندي الايه البريك داون ميكانيزمز. بريك داون ميكانيزمز عندي 6 ميكانيزم. تمام كده. هنذكرهم كلهم وبعد كده نبدأ نتكلم عن واحد واحد فيهم. أول ميكانيزم معانا هو اسمه الانترنسيك أو الأيونيك ميكانيزم أو الأيونيك بريك داون. الانترنسيك أور الأيونيك بريك داون. رقم 2 معانا وهو الإلكترو ميكانيكال بريك داون. إلكترو ميكانيكال بريك داون. ثالث نوع معانا وهو الإلكتروكيميكال بريك داون. الإلكترو كيميكال بريك داون. رابع نوع وهو الثيرمال بريك داون. ثيرمال بريك داون. خامس نوع وهو الفيلير due to
الترينج اند تراكنج، ترينج اند تراكنج. سادس نوع واخر نوع وهو البريك داون، البريك داون due to الانترنال discharge. ده كده الست انواع عندنا من الميكانيزمز اللي بيفسروا لي نظريه البريك داون في حاله السوليد. فاحنا هنبدا نوع نوع منهم، نبدا نتكلم عنه شويه ونوضح فيه شويه المعلومات اللي انا محتاج اعرفهم عنه. تمام. فلو جينا مسكنا اول حاجه معانا وهو الانترنسيك او الايونيك، لو جينا رقم واحد اللي هو الايه، الايونيك، الايونيك بريك داون. قالك ان انا دلوقتي انا في حاله الايونيك، هو من اسمه ما ليه علاقه بالايونات. فاحنا دلوقتي خدنا التعيين بشكل عام. كان ايه اللي بيحصل؟ ان انا بيبقى عندي فري الكترون، صح كده، بيبدا يتصادم مع ذره متعادله فينتج عندي فري الكترون تاني زائد بوزيتيف ايون، وساعتها يتكون عندي افالانش وهكذا، صح. فهي دي نفس الفكره هنا، ان انا بيبقى عندي فري الكترون برضو بيبدا يخبط عندي، وان انا عندي فيه ابلايد فولتج مسلطه على الماده بتاعتي، فساعتها يحصل بريك داون. تمام كده. فقال لك ان انا عندي بدات ان انا اقيس بقى الالكتريكال سترينث اللي يقدر تستحمله الماده عندي ده. فجينا لما جينا قسنا قال لك ان انا عندي الماكسيمم، الماكسيمم الكتريكال سترينث احنا قسناه للماده دي، قال لك ان هو 15 ميجا فولت، تمام، لكل 1 سنتيمتر ات سالب 196 درجة مئوية. يبقى أنا كده إحنا عملنا ريكورد ليه؟ إن أكتر قيمة تقدر تستحملها المادة العازلة عندي. تمام كده؟ إن أنا عندي بسلط عليها جهد كهربي، صح كده؟ فقال لك إنها كانت أقصى قيمة 15 ميجا فولت لكل سنتيمتر عند درجة حرارة سالب 196 درجة مئوية. بس قال لك إن ده كان لمادة البولي فينايل الكحول، اللي هي كحولات البولي فينايل. تمام. دي حاجه. قال لك كمان ان انا عندي الايونيك بريك داون ده ليه نوعين، ليه تو تايبس. ايه هما النوعين بتوعه؟ قال لك ان النوع الاول اللي هو الالكترونيك بريك داون، الكترونيك بريك داون. النوع الثاني وهو الستريمر بريك داون. تمام. ده كده اول حاجه معانا اللي هو الايونيك. لو جينا ندخل على تاني نوع معانا من الميكانيزمز بتاع البريك داون وهو الالكترو ميكانيكال، الكترو ميكانيكال. قال لك في حاله الالكتروميكانيكال انا بيبقى عندي الماده عندي، تمام كده، ببدا ابلايد عليها فولت، صح كده. انا دلوقتي لو جيت قلت لك ان انا مثلا عندي الماده اهي، او اللي هي بشكل عام ادي الجزء ده اللي انا هعمل عليه ابلايد فولتج، تمام كده. فقال لك ان انا دلوقتي عندي الجزء اللي انا بعمل دي الماده بتاعتي هي، قال لك ان هو سمكها مثلا لو افترضنا دي كلها خلاص بقى هي ماده واحده كده وانا بسلط عليها جهد، فالماده دي السكنس بتاعها ولو افترضت ان هو كان دي نود، فانا دلوقتي لما بعمل عليها ابلايد فولتج هتبدا الماده دي تتمدد معايا، فلما تتمدد معايا يحصل لها استطاله. فقال لك السكنس بتاعها في الحاله الثانيه هيبقى دي، يبقى انا ده كده الدي نود ده بيفور، بيفور الابلايد فولتج، لكن الدي دات افتر. تمام. انا بقى لما بسلط عليها الجهد الكهربائي عندي بيبقى فيه قوتين اتولدوا عندي، القوه الكهربيه اللي هي بتاع الابلايد فولتج والقوه الميكانيكيه بتاع الماده نفسها. فساعتها بقى اقول لك ات الايكوليبريم عند الاتزان، ات ايكوليبريم بيكون ان القوه الكهربيه بتساوي القوه الميكانيكيه، تمام كده. فالقوه الكهربيه قال لك ان انا بمثلها ب القانون بتاعها بيكون الابسلون نود في الابسلون ار في الفي سكوير اللي هو الابلايد فولتج على 2 الدي سكوير، تمام كده، اللي هو ده دي السيجنس بتاعي بتساوي القوه الميكانيكيه. القوه الميكانيكيه عباره عن ايه؟ عباره عن اليانجز مودولس في لن الدي نود على الدي. فانا عندي ات الاكوليبريم القوه الميكانيكيه بتساوي القوه الكهربيه. طب امتى يحصل بقى عندي بريك داون؟ قال لك بيحصل بريك داون لما بعدي 60% عندي من القوه الكهربائيه، من الاستريس اللي انا فرضه. بمعنى اصح ان انا بقول عند ان الدي على الدي نود ايكوال 6 من 10 اللي هو ال 60%. فساعتها بقدر اجيب اللي هي اقصى قيمه للالكتريكال ستريس، تمام. واللي بعدها بيبدا يحصل بريك داون، باجي اقول له كده الماكسيمم الكتريك
stress before البريك داون بيكون عامل ازاي؟ اقول له ان الاي ماكسيمم بتحصل عند ان الفي على الدي نود بتساوي 6/10. بتساوي، لا، الفي على الدي نود بتساوي، انا هعوض بقى ده الاي نفسها بتساوي الفي على الدي نود. تمام كده؟ فانا لما اجي هنا من القانون ده عاوز اساويهم ببعض، فساعتها يطلع انا عارف ان الدي على الدي نود هتبقى ب6/10 في اليانجز مودولس على الابسلون نود في الابسلون ار كل باور نص. تمام كده؟ فساعتها ده العلاقه بتاعتي اللي بتمثل لي الماكسيمم الكتريك ستريس فور البريك داون. يعني انا بعد القيمه دي، بعد 60% منها، يبدا يحصل لي بريك داون عندي للماده اللي عندي. تمام. ندخل بعد كده على تالت نوع معانا. تالت نوع معانا وهو الثيرمال بريك داون. ثيرمال بريك داون. في حاله الثيرمال بريك داون، انا دلوقتي الماده عندي ببدا ان انا اطبق عليها الابلايد فولتج بتاعي، صح كده؟ بجانب ان هو بيبقى فيه بقى زي احتباس حراري، بيبقى فيه طاقه حراريه على الماده بتاعتي. فساعتها بيبقى فيه عندي بقى هيت جنريتد، حراره متولده، وعندي هيت لوسز اللي هو طاقه مفقوده اللي هتطلع للجو بتاعي. فلما بيكون عندي ان الهيت جنريتد، الطاقه المتولده اللي جوه الماده نفسها، اكبر من الهيت لوسز، الطاقه اللي هتفقدها الماده بتاعتي، ساعتها بقى هيحصل بريك داون، ان الجزيئات من جوه هتتكسر معايا. تمام كده؟ فقال لك ان انا بمثل الكلام ده بكيرف. الكيرف ده علاقه ما بين الهيت جنريتد او الهيت لوسز وما بين التمبريتشر بتاعتي. تمام كده؟ فقال لك ان انا همثل الكيرف بالشكل ده. عندي ده كده الكيرف ده عباره عن الهيت جنريتد والهيت لوسز. تمام. والكيرف ده اللي هو التمبريتشر. فقالك ان انا عندي، لو جيت عندي مجالين، ادي يا عم المجال الاول اللي هو الاي واحد، وجيت عندي مجال تاني اهوت سميته الاي اتنين. تمام. وعندي ده دول الاتنين دول بيمثلوا لي الهيت جنريتد. تمام. الاتنين دول بيمثلوا لي الهيت جنريتد. تمام. وجيت قلت لك ان انا عندي الكيرف بتاع الهيت لوسز بيكون بالشكل ده كده. ان انا عندي ده كده الهيت لوسز. فقال لك ان انا عندي ده، لو قلت ان ده التي نود، وهنا يتقاطع في التي اي، وهنا يتقاطع في التي بي. فقال لك ان انا عندي بالنسبه لي الاي واحد، الاي واحد مش هيحصل بريك داون. انا عندي اقول له ان البريك داون نوت اوكر، مش هيحصل. لكن عندي الاي 2 البريك داون هيحصل، بس عند نقط معينه. يبقى انا عندي حاله الاي 2 ات البوينتس الاي اند بي، دول في الحالتين دول هما اللي هيحصل بقى ايه عندهم بريك داون. تمام كده؟ فهو ده الكيرف اللي بيمثل لي جزء السيرمال. بعد كده ندخل على رابع حاجه معانا وهو البريك داون ديو تو 4. البريك داون due to tracking and treeing. tracking and treeing. في الحالة دي ايه اللي بيحصل عندي؟ قالك ان انا عندي المادة السوليد، المادة الصلبة بتاعتي، بيحصل انه بيبقى فيه تسريب في التيار، بيبقى فيه ليكيج كارنت. نتيجة الليكيج كارنت ده بيبدأ يحصل زي شروخ كده او مسارات. بيقول لك مسمينها التريننج اللي هو التشجر، زي العروق اللي في ورق الشجر. يعني انا عندي مثلا لو ده الديسك اللي عندي، فبلاقي ان معمول عليه بالشكل ده كده، ان انا عندي بيحصل زي تشققات، زي فكره ورق الشجر. ورق الشجر بتلاقي عليه الفرع كده وعليه زي الايه الفروع اللي زي كده. فدي نفس الفكره، ان هو شكل البريك داون اللي بيحصل عليها بيطلع لي بالشكل ده، ان انا بيبقى زي فيه شروخ عندي. تمام. فاحنا سميناه نسبة للكلام ده. فيجي بقى هو هنا المطلوب ان انا اعرف ايه؟ مطلوب ان انا اعرف ايه هو معنى الترينج ومعنى التراكنج بشكل علمي، اللي هو لو جه بقى قال لك ان هو ايه عاوز يكتب تعريف ليهم. فلو كده قلنا اول حاجه اللي هي الترينج اللي هو التشجر بالعربي. تمام كده؟ قال لك ده ايه؟ قال لك سبريكنج. ده الكلام بقى العلمي اللي هو لو جه تعريف بقى. تمام كده؟ سبريدنج spreading of spark channels spark channels during التراكنج. تمام. in the form of uh, in the form of branches of tree. in the form of
branches of tree اللي هو بيكون على شكل الفروع بتاع الاشجار. تمام كده. and occurs بيحصل due to origin of material and the tips of the spark and the tips of the spark. تمام كده. لو جيت بقى قالك ان انا عاوز اعرف تعريف التراكنج، فقال لك التراكنج هو ايه؟ قال لك ان هو it's a cumulative process and insulation failure occur بيحصل when carbonized tracks the bridge the distance between the electrodes. الفكره في ايه؟ انا دلوقتي الجزء ده نظري بشكل عام، اللي هو البريك داون في السوليدز، اللي هو اخر حاجه في كلام نظري كتير، فانا دلوقتي بحاول اللي هو اختصر على قد ما اقدر اوريك ان انا في حاجات مهمه محتاج ان انا اكون عارفها، زي تعريف الترينج، تعريف التراكنج، لو ممكن نسالك فيه حته الفكره بشكل عام بيكون شكله عامل ازاي اصلا النوع ده. فانا في الديسكربشن بحط الكلام ده بشكل منظم اكتر برضو، بحيث اللي هو خلاص انا محتاج ان انا حفظ المعلومه دي او الطريقه دي او النظريه دي الميكانيزم ده، محتاج ان انا بعض النقط كده محتاج ان انا اكون حافظها، فلو جيت طلبها ببدا ان انا اكتبها لي. وبعد كده ندخل بقى على الميكانيزم الاخير معانا رقم 5، وهو البريك داون ديو تو internal discharge. internal discharge في الحالة دي المادة نفسها من جوه بيبقى فيها زي فجوات كده، فالفجوات دي بتأثر معايا على البريك داون. فقال لك إن أنا فجوة وحواليها المادة بتاعتي، فبتعمل لي زي شكل مكثف، أقدر أمثلها بشكل مكثف. بمعنى لو أنا جيت قلت لك كده أدي المادة عندي بالشكل ده، تمام؟ قلت لك إن في حتة في فجوة في النص كده، قلت لك إن دي هتمثلها مكثف سميته C1. أدي يا عم الجزء ده كده، فأنا عندي المادة بالشكل ده هي موجودة. ادي المادة بالشكل ده، فكده سميت الجزء ده C1، الجزء ده اللي هو الفجوة اللي جوه دي كده ديت C1، والجزء اللي تحتيها ده كده بالشكل ده سميته C2 مكثف، والجزء اللي بره ده كده اللي هو C3. فانا عندي المادة نفسها، وانا عندي المادة نفسها ليها طول سميته دي، والجزء ده كده فانكشن في التايم بتاعي اللي هو تي. فانا لو جيت مثلت الجزء ده اقدر امثله بقى بدايره كهربيه عباره عن مكثفات، صح كده؟ فيبقى انا عندي كده ده مكثف الC1، بعد كده ده مكثف الC2، وعندي بره كده المكثف الكبير اصلا اللي هو الC3. وانا بعمل ايه بقى؟ بابلايد فولتج على الجزء ده، صح؟ فانا بقى عندي لو في جهد هنا تبقى ده في واحد هنا على المكثف ده اللي هو الجهد اللي في الاخر اللي هو اصلا هيوصل لي ان هو يعمل ايه؟ بريك داون. ما انا عندي الحته دي فيها فجوه فيها فراغ، فانا لما بعمل ابلايد فولتج عليها بعد قيمه معينه من الجهد هيبدا يحصل بقى ايه؟ بريك داون، وان الماده دي تتكسر. فانا عاوز امثل بقى قيمه الجهد اللي عندي. فانا دلوقتي انا عارف ان الابلايد فولتج اللي انا بسلطه على الماتيريال نفسها ده سميناه في، فده كده في اللي هو الايه؟ الابلايد فولتج. ابلايد فولتج. طب مين هو الفي واحد؟ قلت ان الفي واحد ده اللي هو الايه؟ الفولت اكروس ذا فويد، اللي هي الفقاعه اللي عندي او الفراغ اللي عندي. الفي واحد ده اللي هو الايه؟ الفولت اكروس ذا فويد.
فانا في عندي في قانون بيمثل لي العلاقه ما بينهم، انا مش محتاج الاثبات بتاعه، انا محتاج القانون النهائي على طول. فقال لك ايه؟ ان الفي واحد الجهد على الفويد دي بيبقى عباره عن الفي الابلايد فولتج في الدي، اللي هو المسافه الديستانس كلها، على الدي واحد زائد الابسلون نود على الابسلون واحد في الدي اتنين. طب مين هو الدي واحد ومين هما الدي اتنين ومين الابسلون نود ومين الابسلون واحد؟ فقال لك اول حاجه معانا لو جينا نعرف البارامترز بتاعتنا، فالدي واحد قال لك ايه؟ اللي هو السكنس اوف ذا فويد، يعني المسافه دي كده ده الفولت دي واحد، وكمان دي المسافه بتاعتي اللي هي الدي واحد، تبقى ده الثيكنس اوف ذا فويد. طب مين هو الدي 2؟ فين الدي 2؟ هتلاقي اكيد عند السي 2، يبقى ده كده اللي هو السيكنس اوف داي الكتريك ماتيريال، ده كده اللي هو الدي 2، يبقى ده سيكنس اوف داي الكتريك ماتيريال. تمام. طب مين هو الابسلون نود؟ قال لك ده البرماتيفيتي اوف ذا فويد، البرماتيفيتي اوف ذا فويد. واخر حاجه الابسلون واحد، مين هي؟ قال لك البرماتيفيتي اوف اللي هو الايه؟ الداي الكتريك ماتيريال، داي الكتريك ماتيريال. يبقى انا كده جبت له القانون ده. تمام كده. في حاله بقى، قال لك في حاله ان الدي واحد بتكون اقل من الدي 2، صح؟ ان الدي واحد دي الفويد ديت القيمه صغيره جدا، فقال لك ساعتها اقدر اعبر عن الابسلون نود ان هي بتكون تقريبا بتساوي الواحد. فساعتها اقدر اقول له بقى ان الفي واحد بتساوي الفي في الابسلون واحد في الدي واحد على الدي اتنين، كمعادله تقريبيه للقيمه اللي عندي، ومنها اقدر بقى احسب قيمه الفولت الافويد على الموجود على الفجوه بتاعتي دي. تمام. فانا هنا انا بحتاج القانون بس دايركت، مش بجيب مسائل، اصل الجزء ده نظري. تمام كده. واخر حاجه بقى رقم 6، اللي هو البريك داون ديو تو الالكتروكيميكال. والالكتروكيميكال اللي هو بيحصل تفاعلات كيميائيه جوه الماتيريال نفسها، فده اللي بيخلي يحصل عندي بريك داون. وده كده الست انواع بتوع الميكانيزمز بتوع البريك داون في السوليد، واغلبهم نظري، وزي ما قلت في الديسكربشن هيكون موجود البي دي اف ده اللي احنا بنكتبه، وكمان بي دي اف مكتوب بشكل منظم عشان يسهل عليا حفظ المعلومات دي. تمام. واحنا كده خلصنا شابتر 3 اللي هو بيتكلم عن البريك داون فولتج، اللي هو جهد الانهيار اللي بيحصل في المواد اللي عندي، سواء بقى كانت غاز او سوليد او ليكويد. وكده خلصنا الشابتر ده.